راح كذب للنبي وقال له يا رسول الله أنا مش هقدر أطلع معاك عشان عندي ظروف، وهو أصلا كذاب. وبعدين عرف إن النبي راجع. فأول ما عرف إن النبي راجع قال حضرني بثي، يعني حزني، هقول للنبي إيه؟ فدخل قدامه أكتر من 80 منافق في المسجد، كل واحد يكذب ويقول معلش كان عندي ظروف، كان عندي مش عارف إيه، والنبي يقول له طب ماشي، غفر الله لك غفر الله لك. لغاية ما أول ما شاف كعب بن مالك صاحب الآيات اللي ربنا بيحدثك بيها النهاردة، قال اقترب يا كعب أدنو. نعم يا رسول الله، ما خلفك؟ احكي لي بقى أنت قصتك. فقال له يا سيدنا محمد والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا. أنا لو كنت قاعد قدام حد تاني كنت عرفت أكذب، أنا بعرف أروح واجي زي ما احنا بنسمي كده، يحور في الكلام. ولكن يا رسول الله أنا هقول الصدق حتى لو زعلت مني، لو كذبت ربنا هيغضبك علي. يا رسول الله لو حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، لو زعلت بس ربنا هيرضيك إن شاء الله. ولو حدثتك بحديث كذب ترضى به عني، أقول لك عذر كذب فتقولي أكيد كان عندك مشاكل، معلش أنا راضي عنك، يوشك أن يسخطك الله علي. أنا مش هقول إلا الصدق، أنا كان عندي جمالين وكنت قوي جدا، وبصراحة أنا تباطأت. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. يلا أنت صادق، ده معناه أن النبي عارف أن الباقي كذابين. قم حتى يقضي الله فيك. وسيدنا محمد بوحي من ربنا قال له محدش يكلمه، لأنه عمل حاجة كبيرة قوي، أنه تخلف عن الغزو وإحنا العدو المعتدي بيهجم علينا، بنحمي عقيدتنا وأوطاننا. بيقول بقيت أمشي في الشارع حتى تنكرت لي الأرض، هي دي مش بلد يا جماعة المدينة؟ وسلم على الناس محدش يرد علي، وتنكر لي الناس، حتى صرت كما قال رب العالمين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. نفسي ضاقت عليا والأرض حاسس إن أنا غريب فيها.